ساعة بس الوقعة ازاي يعني منظرها؟ ايه عروق هذا دي الجذور ده ايه اللي نزل ده؟ روح تاني بص الناس واقفة بتصور وسطين. لا كبير كبير والله. تلاقيها هذا معمر يمكن تلاقيه في عمره فوق ال 200 سنة 200 300 سنة كده. ايه شكرا. اسم حضرتك؟ أنا اسم المكان ده تاريخ الزيارة بتاعتي. كل حرف بيكون له رمز فوق. الاسم بيبدأ من الشمال لليمين. أول رمز عندك هنا حرف البي، ده رمز القدم وده بيدل على كثرة التنقل من مكان لآخر. تاني رمز عندك هنا النسر، الذكاء والملاحظة. حرف الاس الإيد المتشابكة، حب التعاون مع الآخرين، شخص متعاون. الريشة دي بتدل عندك على الخير والعدل. الام طارق وبقاء الليلي بتفضل يدل على النهار. بشرح اسمك بالرموز الفرعونية.
والنبذه دي من خلال تاريخ الميلاد واليوم المفضل هلفها لحضرتك وانت قراها بقى. ان شاء الله. دار سعيد. نروح البرديه بتاع الاستاذ احمد. ايوه. استاذ احمد ده اسم حضرتك، هنا اسم المكان وده تاريخ الزياره. طبعا كل حرف بيكون ليه رمز فوق. الاسم بيبدا من الشمال لليمين. اول رمز هنا النسر، قوه الملاحظه. الاتش تحت الذكريات، بتحب تحتفظ بالذكريات القديمه. هنا الام طائر البومه، طائر ليلي بتفصل الليل عن النهار. رمز الريشه ده صفه العدل. اخر رمز الكف، شخص مسالم. احنا اسمك بالرموز الفرعونيه، ودي نبذه مختصره من خلال تاريخ الميلاد واللون المفضل. هلفها لحضرتك وانت هتقرا النبذه بتاعتك. قاعد اصورك ها. باسم طلعني وانا عندي فوبيا مرتفعه. اشهد.